ان هم جايين علشان يحققوا في موت الراهبه اللي انتحرت. وبيخرج فرنش بره بسبب انه خايف، وبتعرفهم الراهبه ان هم الراهبات اتعهدوا بالصمت من غروب الشمس لحد الشروق، ولو عايزين يعرفوا يستنوا لبكره وهي هتقول له كل حاجه. وبيروحوا السكن بتاع الدير، وبيخاف فرنش وبيقول لهم ان هو مش هيقعد ينام هنا. فالقسيس بيقول له ممكن تمشي وتيجي بكره عادي في الميعاد بتاعنا. ففرنش بيقول لهم انا همشي وهاجي بعد التحقيق. وهو ماشي بيلاقي في وشه الرهبه، لما بيقرب لها بيلاقي جثه الرهبه نزلت عليه، فبيزقها وبيجري في المقابر بكل سرعته. وبيروح يقلع صليب من المتعلقين على المقبره، وبيقعد يجري في المقابر وهو بيهرب من الرهبه. والناحيه التانيه ايرين بتحكي عن الاحلام اللي كانت بتشوفها زمان، وكانت بتخلص بجمله واحده: ماري بتشاور على الطريق. وبعد كده القسيس بيحكي لها لما كان في مهمه في ليون لطفل اهله بيقولوا عليه ان هو كان ممسوس، وهو بيطرد الروح الشريره من الطفل ده. الطفل بيموت وهو من يومها شايف ان ذنب الطفل ده في رقبته. وبيخلصوا العشاء وبيروحوا يناموا، وبيصحى بالليل القسيس على صوت غريب، فبيفتكر ان في ناس في السكن ده غيرهم، وبيروح علشان يشوفهم، لكنه بيكتشف ان مفيش حد اصلا في السكن ده غيرهم هم. وبعد كده بيلاقي ان حد معدي من قدامه، فبيلاقيه الطفل اللي اسمه دانيال اللي كان ممسوس قبل كده ومات بسببه. والولد بيجري على المقابر، وبعد لما بيوصل للمقابر فجأة الولد بيقف وبيفتح بقه وبيطلع من بقه تعبان، وبيجري ورا القسيس. ولما بيحاول القسيس ان هو يجري بيقع في تابوت وبيتقفل عليه، وبيكون القبر ده مكتوب عليه اسمه. وبيفضل يرن الجرس ولكن محدش بيسمع. وبتصحى ايرين في نص الليل وبتلاقي ظل الرهبه قدامها، وفجاه بتظهر وراها في المرايه. واول ما بتلف بتلاقي الصليب اللي في اوضتها واقع، فبتجري. بعد ما بتخرج بره بتسمع الجرس، بعدها بتبدا الاجراس كلها ترن بطريقه مرعبه جدا. ولكن بعد شويه بتلاقي قبر القسيس، وبتسمع صوت الجرس بتاعه، فبتسمع صوته وهو جوه القبر، فبتحفر القبر علشان تطلعه. ولكن بتظهر روح ورا الراهب وكانت هتقتله. وبتفضل ايرين تحاول لحد لما بتفتح القبر، وبعد ما بيطلع بيعرفها ان المكان ده فيه روح شريره، وبيلاقي كتب مرميه عن السحر والشعوذه، فبياخدها معاه علشان يفهمهم. وهم داخلين الكنيسه بيلاقوا الدم عمال يزيد، وبيكون مش مسموح للكاهن ان هو يدخل. فبتدخل ايرين وبتلاقي الراهبه بتصلي، فبتقرب عليها ولكن بتظهر رهبه تانية من وراها، وبتقول لها ان مش مسموح ان هم يقطعوا صلاتها. وبعد كده بتعرفها بنفسها وبيكون اسمها اونا، وبتاخدها معاها اونا. وبيقعد يصور الكاهن في الكتب، وبيعرف عن ملك التعابين فلاق، لكن بيسمع اصوات وراه وبيروح يشوف في ايه. فبيلاقي الباب اتقفل بينه وما بين ايرين. والناحيه التانيه اونا بتشرح لها قصه الدير، وبتعرفها انه اتبنى في العصور المظلمه في اوروبا، وكان في دق اسمه سانتا كراتا، وكان ليه كتب كتير عن السحر والشعوذه، واستغلته روح شريره علشان يفتح لها باب من ابواب الجحيم. ولكن اتدخلت مجموعه من الكنيسه وقفلت الباب ده بدم من المسيح. وبعدين الكنيسه ضمت القلعه ليها، ومن وقتها مطلوب منهم ان هم يصلوا دايما عشان يفضلوا مسيطرين على الروح الشريره دي. ولكن بسبب الحروب في قنابل اتحدفت جنب الدير، واتفتحت تاني البوابه، وبدات الروح الشريره انها تتجسد في صوره الراهبات علشان تحاول تمنعهم من الصلاه. فبتدخل راهبه بتقطع كلامهم، وبتعرف ايرين ان وقت صلاتها جت، وبيكون كمان بوابات الدير اتقفلت، وايرين مضطره انها تبات جوه الدير لحد الصبح. ولما بتوريها ايرين المفتاح بتقول لها انها ما شافتوش قبل كده. وبيدور الكاهن على طريق للدخول، ولكن بتقول له الكهنه الام انه مستحيل